بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة هنعمل طريقة مختلفة تماما، اول مرة تسمعي عنها واول مرة تشوفيها في تفريز الطماطم. الطماطم انا بجيبها بالكميات اللي انا عايزاها واحطها في الفريزر. تمام؟ بتتجمد بالمنظر اللي انت شايفاه ده. بعد ما بتتجمد بخرجها من الفريزر وابدأ اشتغل فيها. ازاي؟ هنقشر القشرة بتاعت الطماطم دي وهي متجمدة. سهلة جدا انك تخرجي القشرة بتاعتها بسهولة. بصي، ما فيهاش اي تهدير ولا اي حاجة، القشرة بتطلع واللحم بتاع الطماطم زي ما هي، ما فيش حاجة لمستها، القشرة بس اللي بتطلع. طبعا القشر من الحاجات المتعبة للقولون. بدل ما تصفي وتتعبي نفسك، المرحلة دي بتوفر عليكي كتير. كمان هتشوفي دلوقتي في المراحل بتاعة التفريز انت بتتخلصي من كمية مية داخل الطماطم رهيبة. يعني لو انت هتعمليها صلصة او حتى لو انت هتدخليها جوه خضار او كده، كمية الوقت اللي انت بتاخديه على البوتاجاز ده علشان ابخر كمية الطماطم، كمية المية، بصي دي كلها مية خارجة من الطماطم. المية الصفرة دي هي اللي بتأثر عمر الطماطماية وبتخلي طعمها مش حلو بعد التفريز. لكن بالطريقة دي احنا بنخلص منها تماما، بنتخلص منها خالص وبنبدأ نعصرها. عايزة بعد كده تصفيها وتعمليها صلصة، حلو خالص، انتي وفرتي نص الوقت بتاع البوتاجاز وما كانش 3/4 الوقت كمان. يعني انتي مجرد ما بتحطيها على البوتاجاز هتلاقيها على طول اتسبكت لان مفيش مية تتبخر. بعد ما بتخلص من المية دي زي ما انتي شايفة كده، بشيل لو فيها اي حاجة باقية بعد التقشير وابدأ احطها في الخلاط. طبعا هي متجمدة فبالتالي هتبقى صعبة في ان هي تتحرك في الخلاط. احط لها مية بقى. بصي انا بوريك المية اللي خارجة منها، المية الصفرة دي مش صحية تماما، وهي اللي بنتخلص منها في عملية التسبيك بتاع الصلصة. احنا هنا اتخلصنا منها، وفرنا غاز، وفرنا وحافظنا على صحتنا من المادة اللي تعتبر هي اللي فيها نسبة الأملاح بتاعت الطماطم، وهي اللي بتأثر عمرها زي ما قلنا في التفريز. بعد ما بتخلصي الكمية كلها بتحطي بقى في الأكياس على قد الطبخة. يعني انت بتحتاجي مغرفة مغرفتين، كوباية أو كوبايتين من العصير بتحطيهم هما في الكيس فقط لا غير. بنحط مية نظيفة بقى من الفلتر ونبدأ ان احنا نضرب الطماطم بتاعتنا ونعبيها في الأكياس. ودي أفضل طريقة تقدري تعملي بيها صلصة، تفرزي بيها عصير طماطم. لو انت مستعجلة او الكهرباء قاطعة، احنا عارفين ان الكهرباء بتقطع باستمرار في الاوقات دي، بيبقى انت عندك الطماطم جاهزة بتخرجيها وتستعمليها على طول. والله كل كمية المية دي اللي خارجة من قلب الطماطم، مش مية انا ضيفها عليها، فدي كلها غير صحية تماما. اعتقد ان دي اول مرة تشوفي فيها الطريقة دي. جربيها ولو عجبتك علقي لي على الفيديو، وما تنسيش تحطي لايك وكومنت وتشتركي في القناة. زي ما انتوا شايفين كده بحط على قد الطبخة اللي انا عايزاها، ما بفرزهاش وارجع افكها وارجع افرزها تاني، الكلام ده غلط. واتفقنا من البداية طالما فرزنا طماطم او خضار على طول بنحطها في الطبيخ على طول، ما بنفككهاش. هخلص بقى الكمية كلها زي ما قلتلك كده واضربها واشيلها في اكياس واستعملها في رمضان او في غير رمضان. يا جماعة التفريز ده احنا بنفرز خضار الشتاء علشان ينفعنا بعد كده، مش تفريز رمضان بصفة خاصة. عشان انا ربنا كرمني ببعض الاخوات اللي يعني هي بتدخل مخصوص علشان خاطر تعلق لي تقول لي انت مش عايشة معانا، هو في حد بيفرز دلوقتي؟ طب حضرتك انا اشتريت كيلو طماطم ب8 جنيه وفرزته، يعني او عملت فيديو عشان تستفيدي، حضرتك شحنتي باقة ب300 جنيه عشان تدخلي تعلقي عليا فقط لا غير. يعني كان اوفر لك واحسن لك انك تدخلي تعملي بيها تفريزاتك اللي هتنفع بيتك واولادك طول السنة. معلش كان لازم اقول الحتة دي عشان ربنا يكرمهم بعض الاخوات اللي هم بس بيهبطوا العزيمة مش اكتر من كده. يعني ربنا يصلح حالنا وحالكم وكل سنة وانتم طيبين. لو عجبك الفيديو بتاعي النهاردة ما تنسينيش
لايك وشير وسبسكرايب وتفعيل جرس الإشعارات، بإذن الله يوصل لك كل جديد. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.